وعشان كده في الآخر ما قدرش يستحمل كل التوتر ده وحكى لابن عمه على كل حاجة. وطبعا المتوقع في موقف زي ده إن ابن عمه يطلب للشرطة، بس مش ده اللي حصل. اللي حصل إنهم كلموا عبد العزيز أخو مصطفى وحكوا له على كل حاجة، وكان رد عبد العزيز إنهم لازم يشيلوا الجثمان من البيت في أسرع وقت، لأن لو الشرطة عرفت هيتقبض على العيلة كلها. ومش عايزك تستغرب إن ده فعلا كان كل هم وقتها. وبعدها عبد العزيز طلب من أخوه الكبير إنه ياخد العربية عشان يعمل بيها كام مشوار، وعبد العزيز وأخوه مصطفى ومحمود ابن عمهم راحوا على بيت كرداسة وكسروا طبقة الأسمنت وخدوا الشوال في العربية لغاية ما وصلوا الدائري، وهناك رموا الشوال في فتحة الصرف الصحي اللي موجودة تحت الكوبري. بس كل ده ما خلاش توتر مصطفى يقل، بالعكس ده خاف أكتر لدرجة إنه ما بقاش يعرف ينام، وكان كل شوية يروح المنطقة اللي رموا فيها الشوال عشان يتأكد إن محدش اكتشفه، واللي توقعه هو اللي حصل. بعد فترة الشرطة جالها بلاغ من عامل صرف صحي وقال إنه لقى سجادة جواها جثمان متحلل بشكل جزئي، والشرطة بتروح لموقع البلاغ لكن ما كانوش عارفين يحددوا هوية الجثمان لأن الملامح كانت مطموسة وبدأت في التحلل، لأن مرة أكتر من 10 أيام، فمستحيل يعرفوا مين صاحبة الجثمان. بس من الواضح إنها طفلة، وبالرجوع للبلاغات المقدمة من فترة قريبة فممكن تكون جنى، عشان دي الوحيدة اللي ليها بلاغ اختفاء في الفترة اللي فاتت. وبإجراء تحليل DNA ومقارنته مع الأم اتأكدوا إنها فعلا جنى. ده غير إن تقرير الطب الشرعي كشف إنها ماتت مخنوقة والحبل كان لسه سايب أثر على رقبتها. التحريات بدأت وشهود العيان في المنطقة أجمعوا إن في واحد بيجي كل يوم يبص على المنطقة دي ويمشي من غير ما يعمل أي حاجة. وبعد تفريغ كاميرات المراقبة الشرطة عرفت إن الشخص ده هو مصطفى فايز. تم القبض عليه، وفي التحقيق وبدون أي ضغط اعترف بالجريمة وكمان اعترف على اللي ساعدوه، وتم القبض عليهم. بس في التحقيقات كلهم أنكروا، ومع الضغط عليهم اعترفوا. وفي جلسة يوم 26 إبريل 2023 اتحولت أوراق مصطفى لمفتي الجمهورية. مصطفى فايز أحمد علي، محمد علي حسن، محمود عبد العزيز أحمد علي، عبد العزيز فايز أحمد علي. حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع أعضائها بمعاقبة مصطفى فايز أحمد علي